ويستمر العملاق الأحمر صاحب الزي الأزرق في حصد النقاط الثلاث في كل مبارياته ولا استثناء لمباراة حرس الحدود، حيث سحق العملاق الأهلاوي فريق حرس الحدود برباعية نظيفة مستحقة مع الرحمة لكي يستمر فارق ال11 بونت بين النادي الأهلي وبين المركز الثاني، بعد صدور قرار من المحكمة الأهلاوية بقيادة القاضي الهولندي مارتن يول ببقاء وضع جدول ترتيب الدوري المصري كما هو عليه. بدأ الساحر الهولندي المباراة بطريقة 4-2-3-1 المعتادة، وحش أفريقيا مؤقتا في حراسة المرمى، قدامه من اليمين الجوكر أحمد فتحي، رامي ربيعة وسعد سمير قلبين دفاع، أخيرا حسين السيد باك شمال، قدامهم الكابتن حسام غالي وعمرو السولية، قدامهم عبد الله السعيد على يمينه الحاوي وليد سليمان وعلى شماله الحراق مؤمن زكريا، تحت مهاجم بيضيع أجوال أكتر ما بيجيبها مليك إيفونا. لما تلاقي أسماء زي رمضان صبحي وأحمد حجازي غايبين، حسام عاشور احتياطي وحسام غالي يتطرد في أول الشوط الثاني، ومع ذلك تلاقي الفريق بيلعب كأن مفيش حد غايب وكأن مفيش حد مطرود وبنكسب بنتيجة كبيرة كمان، اعرف انك بتتكلم عن نادي القرن، النادي الأهلي اللي ما بيوقفش على أي لاعب. وتأكد ان مارتن يول فكره عالي جدا جدا وبيعرف يستخدم اللعيب الصح في الوقت والمكان المظبوط. اللي يثبت لك ان مارتن يول مدرب ذكي هو التشكيل نفسه، لان لو اي حد مكانه مع الغيابات الموجودة دي كان عمره ما هيغامر بانه يلعب في التشكيل، وكان هيحافظ على قد ما يقدر من المتبقي منه ويرقع في الباقي علشان يبان انه بيداوي الغيابات، انما مارتن يول ما عملش كده. مارتن يول استغل الغيابات واستغل سهولة الماتش بانه يجرب الناس اللي ما بتلعبش ويديهم الثقة والمسؤولية في ماتش زي ده في الدوري، ونجح بنسبة 10/10 في مغامرته في البدء بالسولية والحاوي وسعد سمير وحسين السيد مرة واحدة. ده ضرب عصفورين بحجر، لانه ادى فرصة للاعيبة اللي ما بتلعبش ديت وعرفهم ان هم لسه في دماغه وهو لسه بيفكر فيهم، والعصفور التاني انه رايح الناس الاساسية اللي محتاجة فعلا انها تستريح. الماتش بدأ بداية رتيبة بطيئة نوعا ما، باص هنا وباص هناك، شوية فاولات كده مش مقصرة وهجمات غير حقيقية بالمرة مفتقدة للمسة الأخيرة، لغاية لما جه الفرج في الدقيقة 37 من ركنية مستر أسيست وارتقاء عالمي متعودين عليه من إيفانوفيتش الأهلي والكرة المصرية رامي ربيعة، علشان نتيجة ومجريات الماتش تبدأ تتغير وتبقى 1-0 لصالح النادي الأهلي ونخرج كسبانين الشوط الأول. يبدأ الشوط الثاني بنفس رتابة الشوط الأول بالظبط، بس الرتابة دي ما استمرتش أكتر من 6 دقايق علشان نشوف في الدقيقة 51 لحظة تجلي وإبداع وسيطرة وسلطنة من حاوي الكرة المصرية، واللي بيفاجئنا بأسيست سحري يترجمه الموق لجول تاني علشان نوسع بيه الفارق مع حرس الحدود بين قوسين الزمالك وتبقى النتيجة 2-0. تيجي الدقيقة 58 ونشوف خطأ من أخطاء إيه؟ أيوة الله ينور عليكم، الثقة زيادة عن اللزوم. بس اللي يزعل إن الخطأ ده يجي من الكابيتانو نفسه وما يبقاش قدامه غير حل من 2، يا إما يكعب اللاعب سموحة ويطرد أو يسيبه يجيب جول، بس هو اختار إنه يطرد. كارت أحمر ملوش أي 30 لازمة، كان سهل جدا إن إحنا نتفاداه ومفيش أي حاجة من دي تحصل. تخيلوا معايا كده هوت ان شريف اكرامي ما كانش صد الفاول دوت وكان جه جول وما كانش هيبقى يلام عليه اساسا، كان زمان الماتش اتعفرت، خصوصا ان لسه كانت الدقيقه 60، بس الحمد لله وحش افريقيا اتعملق وصد كوره صعبه جدا بجد، شابوه يا اكرامي. مارتن يول اتدخل بعد الطرد وسحب عبد الله السعيد ودخل مكانه المسمار علشان يضرب عصفورين بحجر لتاني مره على التوالي، منها يمسك نص الملعب والماتش ما يفلتش منه، ومنها يعمل بروفا لنص الملعب قبل ماتش وادي دجلة، لان بغياب غالي غالبا نص الملعب هيكون السولية والمسمار. كالعادة الحراق مؤمن زكريا بيعمل دخول مفاجئ بشوطة ولا في الأحلام علشان يجيب لنا الجول الثالث
ويقتل امال واحلام ضاضة وشركاء، ويخلي النتيجة 3 للا شيء. عادة ما تنقطع يا مؤ. بالجول التالت ده وقعت الحالة النفسية والبدنية للاعيبة بتاعة الحرس، والماتش تحول لتمرينة بالنسبة للنادي الاهلي. هو الصراحة كان تمرينة من اوله، بس باظ خالص بقى بعد الجول التالت ده، لدرجة ان ركنية فتحي في الدقيقة 79 احمد سعد، مش المغني، لا احمد سعد حارس الحدود، جابها جول في نفسه، وكتب الجول باسم سعد سمير. مرزق ولا سعد؟ من يومك وانت مرزق، يعني تلعب اساسي وما تجيبش جوال بس يتحسب لك جول. معلم، ضربة معلم صحيح. بالرغم من انتهاء الماتش ب4-0 والماتش كان اشبه بتمرينة من مباراة حقيقية، بس في كام نقطة سلبية ما ينفعش يتفوتوا. اول حاجة، لازم مارتن يول يقعد مع اللعيبة ويعرفهم ان اللعب السهل الممتنع حلو، والفلسفة وحشة وغلطتها ممكن تقلب النتائج. احنا ربنا بيسترها معانا، بس مش كل مرة بتسلم الجرة. النقطة التانية بقى هي مليك ايفونا. يا عم ايفونا، احنا متعاقدين معاك بمبلغ وقدره على اساس انك هتكون مهاجم بتجيب اجوال، انما احنا شايفين عكس كده تماما. احنا شايفين مهاجم بيصنع اجوال وما بيجيبش. هو انت راس حربة فعلا وحظك وحش شوية، ولا انت صانع العاب والادارة اتعاقدت معاك غلط، ولا ايه بالظبط؟ نجم الماتش بكل تأكيد هو الحراق مؤمن زكريا، ويليه على طول وليد سليمان، وبعديهم فريق الاهلي كاملا تحت قيادة العملاق الهولندي مارتن يول. اخيرا انا جالي طلبات الفيديو اللي فات ان اعمل تقييم للعيبة زي برامج التحليل الموجودة على اليوتيوب، بس انا حابب اوضح لكم حاجة اهلاوية. انا مش محلل للماتشات بالمعنى الحرفي للكلمة. امال انا ايه؟ هقولك. انا مشجع اهلاوي زيك، بس الفرق ان انا بحط الضوء على الحاجات الغلط او الاخطاء اللي موجودة في المطوشة، علشان باذن الله الكلام دوت يوصل للمسؤولين او يوصل لاكبر عدد من الناس ويتصلح في المستقبل باذن الله، والاخطاء دي ما تتكررش تاني. وفي نفس الوقت بسقف للحاجة الحلوة وللعيبة المجتهدة علشان نديها حقها، انما كتقييم كم من 10 وكده لا، انا مش حابب ان انا اعمل ده، لان بكل صراحة لا انا ولا غيري من الموجودين على اليوتيوب بكل اساميهم الكبيرة او الصغيرة عندنا الصلاحية ان احنا نقيم لاعب. لا انا ولا غيري، وحط ولا غيري ديت 100 خط، وانتوا ادرى مين بقى. اخيرا تاني انا حابب اوضح ان علشان اطلع لكم الفيديو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، انا بتعب جدا جدا جدا، لان انا واحد بس شغال بيعمل الحاجات دي كلها، بكتب الحلقة وبقطع الفيديوهات وبحط الكلام على الفيديوهات وبسجل لنفسي وبعمل كل حاجة. فلو سمحتم لو شفتم الفيديو دوت يا ريت تعملوا له لايك كتقدير، بس مش اكتر، ان انتوا مقدرين حاجة زي كده او مبسوطين منه، علشان برضو يديني دفعة ان انا اكمل في المستقبل. ولو ليكم رأي في اي حاجة يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. غير كده برضو انا جالي الفيديو اللي فات طلبات ان انا اسمي البرنامج، ما خليهوش حلقات كده هوت على اسم القناة وخلاص، لا اديله اسم. فلو عندكم اسماء معينة او اسماء تقترحوها لي يا ريت اعرفها في الكومنتات، واكتر حاجة هتاخد لايكات ممكن اسمي البرنامج باسمها وهيبقى اسم البرنامج، لان هو برنامج كنتوا مش برنامجي انا. دي حاجة. الحاجة التانية يا ريت تعملوا شير في الخير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الاهلاوية، وتعملوا سبسكرايب في القناة علشان يجيلكم الفيديو اول باول طازة بطازة، وعلشان تعرفوا اخبار الاهلي واخبار البرنامج واخبار الكورة عامة العالمية والمحلية. تعملوا لايك لصفحة البرنامج على اليوتيوب، على الفيسبوك، سوري، لصفحة البرنامج على الفيسبوك. هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن وموجود في الصورة الأخيرة. لو حابب تشوفوا الفيديوهات الأخيرة دوس على المربعات الزهرة دي. كان معكم إبراهيم شعب، سلام.